المسلم ومن الشر النصفي الذي يعانيه، بل إن لؤي الأشقر يتعرضون هؤلاء الأسرى الأبطال بعد هذه الأيام الطويلة. فعالياتنا ستستمر ولن تتوقف أبدا، لأن مقاومتنا مستمرة، وأن أصابع مجاهدين على الزناد، ونحن لن يغمد أبدا طالما أن هناك أسيرا داخل السجون الصهيونية. لذا فإننا نؤكد أن خياراتنا متعددة وخياراتنا مفتوحة، ونحن اليوم ندق جدران الهيئات الدولية، الصليب الأحمر والمقاومة السامي والأمم المتحدة وكل المعنيين بالأسرى الفلسطينيين حتى يتدخلوا من أجل إنقاذ أسرانا من براثن هذا العدو الصهيوني. كما أننا نطالب الوسطاء بسرعة التدخل لإنقاذ حياة أسرانا الذين يشرفون على الموت. ولن نسمح للعدو الصهيوني بأن يعمل على قتلهم داخل السجون الصهيونية. نحن سنستخدم كل خياراتنا من أجل الإفراج عن أسرار الأبطال داخل السجون الصهيونية، وبدلا من أن نحملهم أكفالا على رؤوسنا فإننا سنحملهم ياشين وسنحملهم على أكتافنا منتصرين بإذن الله. نحن واثقون أن هؤلاء الأسرى الأبطال الخمسة الذين يخوضون معركة الكرام كما انتصر صدر عدنان، وقبل أيام انتصر مقداد القواسمة. الاحتلال الصهيوني هنالك 5 أسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية. حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل أبو طارق، فليتفضل مشكور. عن كرامة الأمة وعن شرف الأمة وعن مقدسات الأمة وعن أرض الأمة المباركة. هم لم يعتقلوا هذه الفعالية الإعلام نشر التوجه بالتحية إلى الإعلام الحر، أيضا إلى لجنة الأسرى وكذلك فصائل العمل الوطني.